ما هو طول ما احنا سلبيين هنشوف في الشارع مصايب كتير. من كام يوم عملت فيديو بتكلم فيه عن موقف حصل قدامي، وان ربنا بعتني الحمد لله انقذ شاب من ايد سواق ميكروباص كان بيعتدي عليه بأداء حد، والناس كانوا واقفين بيتفرجوا، وكنت بنتقد فيها قد ايه احنا بقينا سلبيين. وهسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في اول تعليق. وإسبيقي فوجئ بفيديو ينتشر فين؟ في أرض اللواء، يعني في منطقة شعبية مش بتوع ايجيبت، من الناس اللي دمها حر الجيران لبعضيها، وواحد بيروح يجيب واحدة المفروض إن هي مراته لسه على ذمته، لكنها طالبة منه الطلاق. وزي ما شفنا في الفيديو الراجل جاب مراته من جوه العمارة وقعد يجرجرها من شعرها وطلعها قدام كل الناس، ويطلع من جيبه أداة حد الله أعلم بقى هي إيه، وقعد يقص شعرها وشمال ويمين لغايه لما جرف شعرها خالص، وياخد الشنطه اللي في ايديها ويرميها في الارض، ويفتش الموبايل، وهات ضرب شمال ويمين ويعورها 8 غرز في دماغها. لكن ايه اللي يحصل؟ ان 7 دقايق يا مؤمن، وكل اللي بيحصل ان الستات واقفين في الشبابيك بيقولوا الحقوا ده هيموتها، وهو نفسه هددها وقال لها المره اللي جايه فيها لا مؤاخذه ايه. والناس رجاله وزي الفل واقفين بيتفرجوا، لغايه لما الراجل لما لقى الدنيا خلاص ظاطت والستات بتصوت عليه طلع يجري ويستخبى. وبيقولوا ان هو عمل كده عشان هو معترض عليها ان هي بتعمل فيديوهات على التيك توك، والست طلعت وقالت لا ده احنا طالبين منه الطلاق، وليه قبل كده فيديو ودخل قبل كده اتنرفز وكسر لنا الموتور بتاع الميه اللي في العماره. بغض النظر عن الاسباب، اول حاجه انت كراجل مهما كان لو انت شايف ان سلوك المدام مش قد كده وخلاص يا اخي اهجرها هجر جميل، طلاق وانتهى الموضوع وسلام عليكم. ما تبقاش على ذمتك لو انت من جواك الرجوله مش طايقه لاهل بيتك يعملوا كده. هو الموضوع بسيط، متمسك بيها ليه وتروح تودي نفسك في داهيه ليه؟ ولا تعمل فيها مصيبه ولا تدخل فيها السجن و25 سنه؟ كل ده ليه؟ ما شكرا، انت مش مؤدبه، انت مش على كيفي، انت مش على مزاجي، سلام عليكم. الرساله التانيه، احنا طول عمرنا كنا بنكف الاذى عن الطريق، لما بنلاقي اتنين بيتخانقوا بندخل نقول كلمتين وصلي على النبي وحرام وعيب. لكن دلوقتي الرجاله اللهم صل على النبي بكل خير واقفين بيتفرجوا ومستنيين الست بقى هدومها تتقطع ولا يحصل مصيبه ولا لا قدر الله يحصل زي الراجل بتاع اسماعيليه. لو انتوا نسيتوا احنا وصلنا لكده ازاي؟ لا اله الا الله. طول عمرنا ودمنا حامي، ولما نلاقي حد بيعتدي على حد ضعيف في الشارع ولا بيمد ايده على واحده ست نجري على طول عليه ونقول له عيب يا جدع انت بتعمل ايه؟ هو انت مش راجل ولا ايه؟ في حد يمد ايده على واحده ست؟ لكن دلوقتي اتبدلت الاحوال وبقينا سلبيين، وبقى خلاص بدل الميه بعيد عن دارك يا جحا طلع موبايلك من جيبك واستنى تاخد اللقطتين. ربنا يلطف بيا وبيكم وبالمجتمع وبالمصريين، ونرجع تاني ولاد بلد وأصلة ومقصلين، وما نسيبش الغلط يحصل قدامنا ونبقى ليه واقفين متفرجين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.